كل ما البني آدم في عز بلائه يتحمل مسؤولية حماية الرضا عن الله في قلبه، كل ما الحياة هتبقى أكثر سكوناً وهدوءاً ويقدر يستمر ويشق طريقه. وشقة الطريق دي بإذن الله يكون فيها رفع البلاء، لأنك إذا تعافيت وقلبك حاسس بالرضا في عز البلاء، أكتر خير قلبك بيجنيه هو حماية سندك الأكبر، وهو توكلك على ربنا وتفويض أمرك لربنا. الحياة عبء تقيل لو مش ساندين فيها على رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده لما أبو قلابة أحد الصالحين مر على راجل ما عندوش إيدين ورجلين، وكأنه قاعد كده يعني ساند كده وعمال يقول الحمد لله الحمد لله، فحب يتعلم منه. قال له أنت بتحمد ربنا على إيه؟ قال أحمد ربي على قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر. ما تشتكيش للبشر، اشتكي لرب البشر. قعدت صفة كده ما بينك وما بين ربنا وتدعي لنفسك فيه، ان شاء الله ربنا يرضيكوا يا رب بحق يوم العظيم يوم عاشوراء. يعني ده كان يوم عاشوراء يا بنات، يا رب يرضيكوا ويغفر لكم سنة كده من الذنوب ويبعد عنكم اي وحش واي مكروه، ويرزقكم كل اللي بتتمنوه، يرزقكم حتى ترضوا باحلامكم وامنياتكم، يرزقك بالذريه الصالحه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قولوا اللهم امين في الكومنتات وقولي لي عملت فطار ايه في عاشوراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا كريم. اليوم كده بسم الله يعني بالله نستعين. انا دخلت المطبخ لقيت المواعين مستنياني زي عارفين استقبال العظماء، هي مستقبلاني بتقولي بقى سيبينا احنا تعبنا وزهقنا منك. هي ما كانت قطعه من بالليل، فانا صحيت الصبح كده قلت ادخل بقى اعمل فطار عاشوراء صوما مقبولا كده وافطار مشهور للجميع. فقلت اعمل محشي بقى، محشي مشكل كده، بصل وفلفل وبتنجان وكوسه، يعني كان مشكل. بس قلت اغسل كده المواعين اللي في الحوض. ليه بقى؟ عشان حاجتين. اول حاجه ان المواعين اصلا بتكركب الدنيا، المحشي بيكركب الدنيا اكتر. فقلت بقى ايه اخلص من الكركبه الاولانيه عشان اجهز المطبخ للكركبه التانية اللي هي كركبه المحشي. واحلى حاجه تعمليها بقى لو انت بنوته كده ومقبله على الجواز او اتجوزتي، وانت بتعملي الاكل ايدك في الحوض ايدك في المواعين. لان احنا كستات بيوت وكبنات بنعمل الاكل بنكسل، فخلصي شغلانتك وانتي بتعملي الاكل، والاكل على النار كده. ما تقعديش مثلا ما تمسكيش الموبايل، ما تتكلميش في التليفون، لا اغسلي المواعين. ليه؟ طبيعه الجسم بيحصل فيه خمول كده اول ما بنتيجي ناكل، فلما تخلصي من المواعين اول باول فده بيوفر عليكي كتير وبيوفر عليكي مجهود. ان انت طبعا في مواعين مكان المحشي، بعد كده حطيتي الاكل في طلع مواعين مكان الاطباق بتاعه الاكل، بعد كده حد طلب كوبايه شاي كوبايه عصير كوبايه ميه، فتلمي 5 4 10 كوبايات في الحوض، فتلاقي كله اتزفر من كله. وبعد كده خدتلك يوم كامل تقعدي تغسلي المواعين، وتبقى كارثه منيله ب60 نيله لو الماء قطعت بقى، يبقى انت كده في الباي باي، انت كده ضعتي بقى. فالجو حر والدنيا مش مستحمله، لو سيبنا مواعين في الحوض بيبقى فيها موش بقى ودبرين ومش مستحمله خالص. طبعا انا غاسله البوتاجاز، انا يوميا بلمع البوتاجاز، ولما يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده يديلي عليه لبن ويتحرق يعني ويجلي اللبن والاقي كده العين اتحرقت، بغسلها في ساعتها. ليه؟ طول ما انت برضو ايدك في البوتاجاز مش هيتوسخ، يعني طول ما انت في ايدك في البوتاجاز هتلاقيه دايما بيلمع، هتلاقيه دايما ايدك فيه، يعني اللي هو ما بيتراكمش عليه حاجه. ادلق شويه لبن مسحتيهم، وادلق شويه ميه فاروا من مكرونه ولا حاجه مسحتيهم، شويه شوربه مسحتيهم، شويه زيت مسحتيهم قبل الاكل على طول. بصوا انا يعني يا دوبك لمعته كده بالاسبونشه لان انا كنت غسلاه، يعني ممكن اغسله مره او مرتين في الاسبوع وباقي الاسبوع المعه، لا بالليل لا الصبح. رجعت تاني نقعت بقى المواعين في شويه ميه. انا ما بغسل المواعين، بشيل الحاجات اللي فيها اللي ملهاش لازمه كده في كيس واربطها وارميها، واروح نقعهم في ميه سخنه عقبال ما اجهز بقى، يعني لا اجهز حاجه الاكل مثلا اللي هو مثلا لو في حاجه متلجه احطها في ميه تفك والمواعين منقوعه، لا مثلا اغسل البوتاجاز. طبعا انا المواعين كانت عندي من بالليل عشان ما كانت قطعه، فجو حر، فانا اول ما صحيت بقى قلت اظبط الدنيا زي ما انتم شايفين كده. وهو الجو حر وفرهضه، بس انت لو عندك اي مروحه كده حاولي تعملي مثلا مروحه في المطبخ. حاولي ان انت تجيبي مروحه ستاند كده تنشليها تثبتيها عليكي وانت بتغسلي المواعين، يعني ما تحسسيش نفسك ان انت داخله تعملي معركه يعني.
هي مش حرب ولا معركه ولا اي حاجه، هي الدنيا ابسط بكتير. لو انت واقفه فايقه ورايقه هتطلعي احلى ما عندك. فانا بحاول ان انا دايما اكون واقفه في المطبخ، الجو بيبقى حر، ساعات بفتح الشباك وساعات بجيب المروحه. طبعا عقبال بقى ما غسلت البوتاجاز وغسلت المواعين، الفرخه دي بقى نيجي بقى يا بنات للتدبير والتوفير. بصي، هو الشطاره ان انت ازاي من مطبخك تعملي اكله حلوه، اكله اللي ياكلها بصي يحكي ويضحك عنها. لو طبق فول بقوطه، لو طبق مسقعه، لو طبق شكشوكه، لو اي اكله اللي ياكلها يتحكى بيها. مش يعني ابسط الاكلات ممكن تقعد في دماغ اللي كل الاكله دي من اهل بيت الضيف، يقعد مركز انت ازاي شاطره كده، انت ازاي طلعتي الاكله دي. فده طبعا ملوش دعوه خالص انت بتصرفي كام، لا. طول ما انت بتعملي الحاجه بحب وان انت وعايزه تطلعي احسن ما عندك، بتطلعي فعلا احسن ما عندك. ملوش دعوه خالص انت بتصرفي كام، بتصرفي 10. في ناس بتمسك في ايديها ممكن تعمل اكله ب1000 جنيه في اليوم، ب2000 جنيه في اليوم، اللي هي بتجيب لحمه ستيك بقى ولحمه عاديه وبتطبخ وبتعمل ونفسها مش حلو في الاكل، بالتالي الاكل بيتاكل اللي هو عادم كده وبناكل وخلاص بقى، اللي هو وجع البطن ولا ضرك الطبيخ. وفي واحده بيبقى في بيتها طماطمتين وتعمل طبق فول بقوطه ببصلايه كده وتقلي تاكلي من تحت هنكمل ايديها احلى كلامنا، طبق بس فول الاول بقوطه. هقول لكم انا عملت ايه. انا غسلت الفراخ بليمون ونقعتها، وانا اصلا كنت غسلاها لان دي كانت فرخه. وانا خدت البانيه بتاعها عملته شاورما، وعملت مكرونه بالفراخ قبليها. اتفضل عندي بقى الجناحين والوراك كده، عملتهم زي ما انتم شايفين. حطيت بصلايه، شويه بهارات فراخ، وشويه فلفل اسود، وواحده ماجي، وشوحتهم، وطماطمايه وشويه صلصه، وحطيت ميه سخنه من الكاتل وسبتهم على جنب بقى ياكلوا كده، يعيشوا ويتعايشوا مع بعض. تمام. طيب التسبيكه بعمل ايه بقى؟ اهم حاجه في التريكات بقى بتاعه المحشي اللي بتديكي محشي تحفه، ان السمنه والزيت يعني يعني تحطي سمنه وزيت الاثنين، وتسيبي الزيت يسخن كويس. وبعد كده تحطي هريسه شطه عندك، معلقه صلصه، اي حاجه. وبعد كده تحطي معلقه سكر، كل ده في السمنه بقى وهي على النار زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده تحطي واحده ماجي، وتحطي شويه بابريكا. طبعا ده كله بنسيبه ثانيه، مفيش لحظات، ونحط على طول الصلصه زي ما انتم شايفين. الحركه دي السكر بيتكرمل فبيمنع الحموضه، وفي نفس الوقت بيخلي الصلصه طعمها حلو لانه بيغلي مع الزيت والسمنه. البابريكا بتدينا لون حلو، هريسه الشطه بتدينا لون حلو. كل ده مع السمنه بيخلي الصلصه تحمر وبيخليها تطرد الزيت بتاعها. وان انت تعرفي ان الصلصه بتاعه المحشي او اي صلصه طبيخ عامه تمام و10/10، ان هي تطرد الزيت بتاعها. يعني الزيت بتاعها، الماده الدهنيه بتاعتها اذا كان زيت او سمنه، تطلع لفوق وتلاقيها عايمه على وش الصلصه كده، تعرفي ان هي اتسبكت والدنيا تمام. وبعد كده بقى جبت، انا طبعا كنت قعدت قورت بقى البتنجان مع نفسي كده طبعا بره، عشان الجو كان حر جدا في المطبخ. الجو فعلا في المطبخ حر، بس ايه، انا ساعات بشغل مروحه فبتطفي بتهوي جامد زي ما انتم شايفين البوتاجاز. فانا قلت لا، اطلع بره كده في المروحه واطفي المروحه اللي انا كنت واخداها معايا في المطبخ عشان انجز وقتي. طبعا انا حطيت كل الحاجات اللي انتوا حطيتها دي. خلاص الصلصه بقى طردت، بصوا الماده الدهنيه على الوش كده. كل اللي حطيته البابريكا وبهارات المحشي وفلفل اسود وبهارات فراخ، وسبتها تاخد غلوه تاني على النار. البهارات بتاخد طعم حلو لما بتغلي معاه الصلصه، مش لما تحطيها على طول على المحشي. تمام، انا بحبها كده. وكل واحد ليه طريقه بقى، انا مش بعلم حد، بس انا طبعا لازم اقول لكم انا بعمل ايه، يعني شرحا للفيديو او الروتين اللي انا بعمله. ما هو اكيد مش هيبقى روتين صامت يا بنات. والله كلمتين لاختكم كده عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات تدبير وتوفير ان شاء الله، هتعجبكم جدا جدا جدا. بصي بقى، البصل بكام؟ البصل ب15 و16 جنيه اليومين دول، و17 كمان. لكن البصل اللي هو الوسط دون عامل 8 جنيه. انا بجيب اللي هما، بدل ما اجيب كيلو كبير بجيب 2 كيلو اللي هو الصغير. ليه؟ عددنا مش كبير، ممكن اعوز بصلايه واحده بس بدل ما اقطع واحده كبيره واشيل بقيتها تبوظ او حاجه. فبس انا بحب الصغير، وكمان سعره ارخص. ده من ضمن التدبير والتوفير. وجبت كده الخضرة برضو. أهم حاجة تغسلي الخضار كويس جدا، لأن في ناس بصراحة بتسيب الخضار ده متعرض للشمس والهواء، تحطه كده في الشارع وبتبقى الدنيا متبهدلة. فتغسليه كويس قوي قوي، لأن الحكاية مش محتاجة أي مرض يعني. الحمد لله. بعد كده حطيت الملح على الفراخ وقلبتها كويس. وعقبال ما أعمل المحشي دلوقتي هنحط مع بعض الصينية. بصوا بقى الصلصة كده اتسبكت. هنحط الصينية والفراخ فيها، وهنحط معلقتين صلصة في طبق، ونحط عليهم شوية سكر وشوية بهارات فراخ وعصرة ليمونة وشوية شطة.
وهنحطهم على وش الفراخ وهدخلهم الفرن، هيبقى طعمهم تحفه. بصوا شايفين الشوربه، انا ولا شلت ريم من على الشوربه ولا اي حاجه، لان الفراخ دي مغسوله كويس. انا لما بطلع ريم من الفراخ بتبقى مش مغسوله كويس، لكن لو غسلت الفراخ كويس عمرها ما هتطلع معاك ريم خالص، لان الريم بيبقى قله نظافه للفراخ اصلا. فلو نقعتيها في ملح او في خل او في ليمون، كل شمعة منورة مفيش بعد كده، واشطفي بقى كذا مرة بالمية. بس رحت ده انا بقى الفراخ بالصلصة، وبعد كده ايه حطيتها في الفرن، اللي هو بقى بنجز وقت يعني. لما تكون مثلا انت مستعجلة ما تطفيش على الفراخ وتعملي المحشي وبعد كده تحطي في الفرن، لا حطي في الفرن الحاجة اللي انت بتعمليها وفي نفس الوقت بتعملي ايه، بتشتغل ايدك في حاجة تانية، اللي هو الانجاز يعني، ايدك في كذا حاجة عشان تخلصي لو مستعجلة. لو مش مستعجلة بقى ممكن تعملي براحتك يعني، بالذات في الحر اللي احنا فيه انا من رأيي تعملي براحتك. المهم رحت بقى مقلبة كده، طبعا حسيت ان عايزة شوية صلصة كمان، هي الكاميرا جايباها مش غامق يعني، مش الصلصة مش حمرا قوي بس هي حمرا جدا. وبعد كده رحت مقطعة في الحلة كده شوية كزبرة، ما قطعتش، خدت شوية كزبرة وبصل من بتوع المحشي حطيتهم في الحلة من تحت كده، اللي هو يدي ريحة بس. وبعد كده حشيت المحشي كده زي ما انتم شايفين. التريكات بقى اللي بتعمليها في المحشي، التريكات كلنا بنعمل محشي واحد، بس التريكات اللي هو تحطي مثلا والزيت على النار والسمنه، تحطي الماجي وتحطي بهارات المحشي وشويه سكر ومعلقه هريسه، في ناس تحط الصلصه على طول، في ناس تقطع بصله. انا بحب المحشي يكون ني في ني زي ما انتم شفتوا. خدت بقى كده حشيت المحشي وخلصت. وبحب جدا محشي البصل، حشيت بصل وحشيت فلفل وحشيت بتنجان وحشيت كوسه، وكمان كان عندي كوسه صغيره حطيتها من غير محشيها، اللي هي تبقى كوسه دايت كده يعني، اللي انا اكتر منها عشان ما اكترش من المحشي لان كنا بالليل. وبعد كده خدت شويه صلصه في الحله اللي كنت مسبكه فيها القوطه وشويه شوربه، وقلبتهم كويس وحطيت ايه معلقه هريسه على الوش، ورحت قلت بقى اغطي كده المحشي يستوي. الشوربه دي بقى ما برميهاش، الشوربه دي هتتحط في التلاجة تاني يوم. ممكن اعمل بيها ايه، طبق فاصوليا بيضه، طبق بسله، طبق لوبيا، طبق باميه، وجنبيه طبق رز، واليوم يبقى معدي وتمام زي الفل يعني. التدبير والتوفير هنا ان انت بتمشي يوم حلو قوي، وتاني يوم بتمشيه احلى بالحاجات اللي عندك برضو من البيت. انت فاهماني؟ يا رب تكوني فاهماني، قولي بتعملي كده ولا لا في الكومنتات. بس كده جبت بقى، قلت لمحمد انزل هات لنا كيس تانج، لان انا كان عندي اناناس وكده، بس انا كنت عايزه اشرب تانج يعني، تانج متلج ساقع كتير. وكنت هعمل ليمون قولي تشربيه ولا لا برضو. ليمون بالنعناع، ليمون بالنعناع يا سلام. بس للاسف لقيت الليمون خلصان وكانت اخر ليمونه عندي، فقلت خلاص نعمل تانج وخلاص. طبق السلطه ده هو مش سلطه، هو شرايح بصل وليمونه وبصلايه ومعلقه كزبره وشويه كمون وملح، يعني شويه حاجات كده سريع يعني. هنا المغرب كان بيقدم بقى، ما رضيتش افطر على السفره لان قريب السفره قريبه من المطبخ، وكانت الصاله بره الانتريه مكان السفره نار نار يعني. فبعدت بقى دخلت اوضه الاطفال، وهنا كنا بنصب التلج وصوم مقبوله من افطار شهيا، ومحمد هنا كان بيضحك عشان كان جعان، وانا بقول له لازم يصور قبل ما ناكل، فالمهم كان بيضحك. هنا المغرب كان بيبدا صوم مقبوله من افطار شهيا، ويوم كده يا رب يكون، يا رب اللهم امين لنا نصيب في غف ربنا يغفر لنا ذنوب سنه كامله، يا سلام يا رب اللهم امين. يعني والله الواحد بيحاول على قد ما يقدر ما يغضبش ربنا. يا رب يكون الروتين عجبكم، ما تنسوش الكومنت واللايك الجميل عشان تشجعوني اكمل معاكم كل روتين.